دايما الفن كان مرتبط بالإنسان علشان حاجات كتير زي المشاعر والإحساس والتخيل وكم غير محدود من الإبداع، يعني من الآخر السنس. وبقى شيء مهم للتعبير عن الرأي، وزمان كان الرسم بيحتاج مهارة وسنين من التمرين، ده غير الأدوات الغالية جدا ومعوقات تانية كتير. ولكن مع الوقت وظهور الكمبيوتر وظهور أول برنامج للرسم على أجهزة ماكنتوش اللي هي أبل، وبعديها مايكروسوفت اللي ما استنتش وأطلقت هي كمان برنامج الرسام بتاعها مايكروسوفت بان، واللي في الغالب محدش بيستخدمه. وبدأ من ساعتها التطوير وظهرت حاجات متقدمة زي أدوبي اللي من أشهر منتجاتها الفوتوشوب علشان يعدل الصور. ولكن مع التقدم السريع ده كان دايما الإنسان هو الأساس واللي بيبدع، والكمبيوتر كان مجرد أداة. ولكن جه الوقت إن الإنسان ياخد جنب شوية بمشاعره وأحاسيسه الملخبطة دي ويطلق العنان للكمبيوتر بدخول ال AI المجال. وفعلا بقى منتشر قوي موضوع جديد وهو ال AI Art، ودي خدمة بقت بتقدمها مواقع كتير علشان تقدر تصمم أي صورة بمجرد إنك تكتب وصف للصورة اللي عايز ترسمها وال AI هيرسمها لك. وعلشان أشهر المنصات دي هي ميد جيرني علشان بتديك محاولات مجانية كتير هنستخدمها في المثال بتاعنا. وتعالوا نعرف إزاي ده بيحصل. أول حاجة هنخش على الرابط ده وبنضغط جوين ذا بيتا، ولو ما عندكش أكاونت على ديسكورد هيطلب منك تكريت واحد، وبعدين هنلاقيه فتح لنا صفحة بالشكل ده. وعلشان تكريت أول صورة بتيجي على القايمة اللي على الجنب الشمال دي وبتختار نيو بس، وبعدين بنيجي على البوكس بتاع الرسايل وبعدين بنكتب سلاش imagine وتخيلك للشكل اللي عايزه يرسمه لك، وبنضغط انتر وبنستنى شوية. وطبعا علشان أمة لا إله إلا الله بتستخدمه لأنه مجاني ممكن تتوه في الأول عشان تلاقي الرسمة بتاعتك، وبعد البحث الطويل لقينا الرسمة الحمد لله. وبتقدر تحدد بالزراير اللي أولها يو إيه الرسمة اللي اخترتها علشان يعمل لك منها جودة أفضل تقدر تستخدمها، والزراير اللي أولها في لو عجبك واحدة من الصور دي وعايز صور تانية شبهها برضه، ولو مش عاجبك أي حاجة من الصور دي كلها ممكن تخليه يعيد العملية تاني. وهنلاقي فعلا إن الرسومات ملهاش حل أفضل كمان من اللي الإنسان ممكن يعملها. ولكن يجي السؤال، هل ده معناه إن ال AI ممكن يستبدل الإنسان؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف هو ال AI بيشتغل إزاي، واتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في الحكاية اللي فاتت على القناة، واللي قلنا فيها إن ال AI بيستخدم أمثلة علشان يتعلم منها، واللي ممكن تكون صور لفنانين تانيين فعلا وحاجات ليها حقوق ملكية. وعندنا قواعد بيانات مجانية كتير للموضوع ده وأشهرهم هي لايون، واللي بتعتمد عليها معظم المنصات دي، واللي بتلاقي فيها بنود كتير عن موضوع حقوق الملكية ده علشان يخلوا مسؤوليتهم تماما للشخص اللي هيستخدم البيانات دي عشان يدرب ال AI. واللي يأكد إن ال AI مازال مجرد أداة لحد دلوقتي، لو افترضنا إن اتنين بيستخدموا ال AI Art وطلبوا منه نفس الطلب هيقوم جايب نفس النتيجة للاتنين. وعلشان يبان ذكي وفنان بيعمل شوية تغييرات بسيطة على أساس إن إحنا مش هناخد بالنا. ولذلك إجابة السؤال اللي سألناه في الأول، هل ممكن ال AI يستبدل الإنسان؟ الإجابة في الوقت القريب لأ، ولكن مع الوقت ده ممكن يحصل. وطبعا ناهيك عن الضغط النفسي وعدم الإحساس بالأمان إنهم ممكن يستبدلوك بآلة. ونيجي لنقطة مهمة، أنا مبرمج إزاي أقدر أستفاد من حاجة زي كده؟ أولا لو أنت فرونت إند أو مصمم من بتوع اليو آي يقدر يساعدك في اختيار اللوجو بتاع المواقع، وكمان إيه الألوان اللي ممكن تمشي مع بعض، وبالتالي تصمم اليو آي على أساسها. وكده تبقى حققت المعادلة إنك استخدمته كأداة وخدت مميزاته وتجنبت عيوبه. ومين عارف مش يمكن يبقى فيه AI يكتب الكود مكاننا، ده لو ما كانش موجود في الأساس. حاسب حاسب لا تحول روحك. وده هيبقى في حكاية تانية، وتقدروا تكتبوا في الكومنتات هل فعلا ال AI هيستبدل الإنسان. وأشوفكم في الحكاية اللي جاية من حكايات كودكس لاين، والسلام عليكم.